الفيدرالي هيخفض الفايدة هتنزل، ترامب بيضغط عليهم عشان ينزلوا الفايدة. يعني باختصار الفايدة هتنزل. بس السؤال المهم، لما الفيدرالي ينزل الفايدة، انت كمواطن عادي هتحس بالفرق في قسط بيتك او عربيتك ولا الموضوع مش فارق؟ الاول نفهم القصة ببساطة. الفيدرالي ده زي البنك الكبير بتاع البنوك. لما ينزل الفايدة البنوك نفسها بتستلف من بعض ارخص. طيب ده يخصك انت ازاي؟ لو عندك بطاقة ائتمان او قرض قصير زي قرض شخصي، غالبا هتحس بسرعة ان الفايدة نزلت شوية. لكن قروض البيوت والعربيات الموضوع أبطأ ومعقد أكتر، لأن دي مرتبطة بأسعار طويلة المدى مش بس بقرار الفيدرالي. طيب بالأرقام، نفرض إنك هتشتري بيت ب 300 ألف دولار، هتستلفهم بقرض على 30 سنة. دلوقتي الفايدة حوالين 7%. عند 7% القسط الشهري يطلع حوالي 2000 دولار. لو الفيدرالي خفض ربعاً في المية، القسط ممكن ينزل ل 1945 دولار، يعني حوالي 50 دولار فرق. مش قليل، بس مش رقم يقلب الدنيا. لو الفايدة نزلت 1% كاملة ووصلت ل 6%، القسط ممكن ينزل ل 1790 دولار، يعني 200 دولار فرق في الشهر، وده بقى رقم يتلاحظ. طب وقرض العربية؟ لو العربية سعرها 30 ألف دولار وقسطها 5 سنين والفايدة 7%، القسط الشهري حوالي 600 دولار. لو الفايدة نزلت ربع في المية، القسط هينزل 7 أو 8 دولار. لو نزلت 1%، القسط ممكن يقل 14 أو 15 دولار. يعني قروض العربيات بتتأثر، بس الفرق صغير مش زي البيت. طب أعمل إيه كواحد عادي؟ لو الفايدة نزلت ربع في المية، التوفير مش كبير، ممكن يستاهل لو عندك قرض متغير أو بطاقة ائتمان. لو الفايدة نزلت نص أو 1%، هنا فعلا ممكن تفكر تعيد تمويل قرض بيتك أو تستفيد من القروض الأرخص. لكن دايما فكر، إعادة التمويل ليها مصاريف، يعني لازم تحسب هتوفر كم في الشهر وهتغطي المصاريف دي في قد إيه وقت. الخلاصة ببساطة، تخفيض صغير يعني فرق بسيط غالبا مش هتحس بيه، تخفيض كبير يعني فرق أكبر، وخصوصا في قروض البيوت. والقرار دايما مش واحد يناسب الكل، لازم تحسب على وضعك أنت. شكرا من القلب. شكر كبير جدا لكل الناس اللي عملت لايك سبسكرايب وكتبت كومنتات في الحلقات اللي فاتت. انتوا السبب اننا نكمل ونبسط لكم المواضيع الصعبة دي. اخلاء مسؤولية. المعلومات دي للتثقيف العام، مش نصيحة مالية شخصية. قبل اي قرار مالي كبير استشير مستشار مالي معتمد. وفي الاخر قولوا لنا في الكومنتات، انتوا بتشوفونا منين؟ ولو في امريكا، انت في انهي ولاية؟ ولو الفايدة نزلت 1%، انت هتستنى وتاخد ارض ولا شايف ان الموضوع مش فارق معاك؟ سلام.